السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المبكبكه الليبيه الاصليه بنفس الطريقه ونفس توابل المبكبكه الاصليه. بجد لازم تجربوها. شايفين الشكل عامل ازاي؟ يعني بيتكلم عن نفسه. اكله سريعه هنعملها بتكات وشويه توابل هتخليها تحفه. تعالوا معايا نشوف عملنا المبكبكه ازاي. معايا حله على النار، احط معلقتين او 3 من الزيت واسيبهم يسخنوا عشان هنزل عليهم بالبصل. حوالي بصله متوسطه مفرومه، انا هخلي لونها ذهبي وهنزل بعد كده باللحمه. قطع حوالي نص كيلو لحمه، بقطعها صغير عشان تستوي بسرعه. طبعا بقلب في اللحمه مع البصل لحد ما اللحمه لونها يتغير بالشكل ده. بعد كده هنزل عليها بالتوابل. التوابل بتاعتنا اللي هتدينا طعم وريحه مميزه. معايا فلفل اسود معلقه صغيره، معلقه صغيره بابريكا، معلقه كبيره من الكركم. الكركم مهم جدا معانا. تمام كده. هقلب كويس التوابل مع اللحمه بتاعتي. بعد كده هنزل بصلصة الطماطم، معلقتين كبار من صلصة الطماطم كفاية قوي. هنزل بعد كده بعصير الطماطم. انا كنت بصراحة مفرزة الطماطم. انا حاطة نص كيلو طماطم معصورة عشان هستخدم كيس مكرونة حوالي نص كيلو. اسيب الطماطم تتسبك مع اللحمة. اول ما تتسبك انزل عليها بالمية عشان لما انزل بالمكرونة المكرونة تستوي فيها. اسيب الحلة على النار واغطيها واسيب اللحمة تستوي فيها. اول ما اتاكد ان اللحمه استوت انزل بالملح وادوق الملح واتاكد انه مظبوط. بعد كده انزل عليها بالمكرونه. ومكرونه المبكبكه بتكون المكرونه الصغيره يا جماعه. ملحوظه، المبكبكه بتتاكل وهي سخنه. يعني مش بسيبها تبرد وبعد كده اسخنها، لا بتتاكل وهي سخنه. ملحوظه كمان، انا كل شويه بقعد اقلب في المكرونه علشان ما تلزقش في الحله. ممكن انزل دلوقتي فلفل حامي، ممكن فلفلتين حامين للناس اللي بتحب الفلفل الحامي. ما شاء الله زي ما انتم شايفين البكبكه جميله جدا، وما شاء الله المكرونه مش معجنه واللون جميل والطعم تحفه. بجد لازم تجربوها. لو جربتوها قولولي رايكم في التعليقات، ولو عجبتكم اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوا قناتي. اشوفكم على خير، مع السلامه.